في الحلقة 20 التي انتهت بدخول سيران الغرفة لتخبر هاليس آغا بكل شيء، كانت أشبه بمسلسل كوميدي. جميعنا توقعنا مشاهد مليئة بالدراما من تصوير كاظم آغا، لكن حدث العكس تماماً، أي أن كاظم آغا جعل الجمهور يضحك بأفعاله. هل ستخبر سيران هاليس آغا بكل شيء؟ نستطيع أن نقول أنه لحد الآن سيران قد أخبرت هاليس آغا بكل شيء بأكبر قدر ممكن من الدقة. بمعنى آخر، هي الشخص الوحيد الصادق مع هاليس آغا، والتي يمكنها قول كل شيء دون خوف. في الواقع فإن عرض سيران لهذه المواقف يفاجئ الجميع في القصر، وحتى الآن لا يوجد أحد يمكن أن يكون صادقا تماما مع هاليس آغا ويقف أمامه. لهذا السبب أعتقد أن سيران ستخبر هاليس آغا كل شيء بأكبر قدر ممكن، وبالطبع على الرغم من أنها ستشرح بعض الأشياء بشكل غير كامل، إلا أنها ستفعل ذلك حتى لا يتعرض فريد للإذلال في نظر هاليس آغا، ولن تتدهور العلاقة بينهما. هل ستغادر بيلو المسلسل بعد قيام سيران بإلقائها خارجا؟ واجهت بيلو موقفا مشينا لم يسبق له مثيل من قبل. على الرغم من أن موقف سيران كان يستحق، إلا أنني أحسست بالغضب لأن فريد ضحك وكأن شيء لم يحدث بعد كل ما فعلته بيلين. نعم، بيلو فتاة سيئة، وليس من الجيد أن تظل مع فريد وهو متزوج، ومع ذلك لا ننسى أنه بينما كانت بيلو تحاول التخلي عن فريد، كان فريد يظل مواصلا في مطاردتها مرة أخرى، ولم يستطع أن يتقبل أن بيلو قد نسيت أمره. وفي الواقع معركته مع سيردار هي بسبب الغيرة، وعلى خلاف ذلك كان سيردار شخصا لطيفا حقا مع بيلو، وانقلب عليها فقط عندما اكتشف أن بيلو لا تزال تتحدث مع فريد معتقدا أنه تعرض للخيانة، ودمر منزل بيلو. لذا على الرغم من أن بيلو قد ارتكبت العديد من الأخطاء حتى الآن، إلا أن فريد أيضا مذنب على الأقل مثلها، إلا أن الجميع ما زال يتجاهل تصرفات فريد. لذلك من المحتمل أن تغادر بيلين المسلسل قريبا، ومع ذلك فهناك أخبار تفيد بأن فريد سوف يتصل ببيلو مرة أخرى بعد هذه المعركة. إذا ما الذي تحدث عنه سيردار وهاليس آغا؟ هاليس آغا عندما ذهب للتحدث مع سيردار أعطى لعمه صفعة، والتي من شأنها إراحة الجمهور. على الرغم من أن سيردار لم يكن يريد أن تصبح الأمور بهذا الحجم حتى الآن، إلا أن عمه لم يقف ساكنا. لذلك رأينا القوة الحقيقية لهاليس آغا، والتي ظهرت من خلال حقيقة أنه حتى الرجل الذي تم جلبه كوسيط قبل يد هاليس آغا. بعد أن أرسل هاليس آغا فريد ولطيف، بدأ في التحدث مع سيردار بمفرده، ربما قد قدم له نصائح إضافية. وبصرف النظر عن ذلك، ربما يعلم هاليس آغا من سيردار سبب العداوة التي نشأت بينه وبين فريد، وهو حادثة بيلو. أي بعبارة أخرى، أثناء الحديث عن حادثة سيران وبيلو في الحلقة الجديدة، يمكننا القول أن هاليس آغا سيعرف بالفعل أشياء كثيرة. وبصرف النظر عن هذا، بما أننا نعتقد أن بيلين ستغادر المسلسل، فيمكنها أن تكون مع سيردار مرة أخرى وتواصل حياتها معه. هل سيتحدث عابدين وسونا مرة أخرى؟ رأينا سابقا عابدين وهو يحاول أن يفصل بين فريد وسيران، قد أصاب سونا بشكل لا إرادي. بدأت سونا في إظهار موقف رسمي أكثر تجاهه لأنها كانت منزعجة من ذلك الوضع، لكن فيما بعد رأينا أنه على الرغم من كل جهود إيفيكات ما زالت سونا تقدر عابدين، حتى أن كاظم أصبح معجبا به ويكن له احتراما كبيرا. ولكن بما أننا نعلم أنه لدى إيفيكات خطة زواج بين فؤاد وسونا، فهي لن تبقى ساكنة، وسنرى قريبا عودة تقرب فؤاد من سونا من أجل ذلك الزواج. إلى جانب علاقة سيران وفريد المضطربة، لا تزال علاقة إيفا وديفنا غير واضحة، ويبدو أننا سنعلم قريبا وبشكل أفضل عن حالة الأعمال الخاصة بسيران ونوايا إيفا الحقيقية في الأيام القادمة. وفي الوقت نفسه، بحسب الأخبار الواردة بأن فريد سيبدأ في الانخراط في شركة لإظهار قوته الخاصة، وسيدعو سيران للعمل معه ليحاول أن يغلق ملف إيفا نهائيا. وهناك أخبار تقول أن سيران وفريد قد تجمعهم حلقة رومانسية في عيد الحب ليعود الهدوء إلى حياتهم. نعم يا أصدقائي، أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات والاشتراك وتشغيل جرس الإشعارات. اعتنوا بأنفسكم.